رسميا الام اس ان مره اخرى في فريق واحد. نسبه كبيره جوليان الفاريز حيقلب الطاوله على نادي اتلتيكو مدريد. شويه اخبار خليكي معي للاخير. اول خبر رسميا تم تسليم الرقم 4 الى دين هويسن. رسميا وحسب صحيفه الاس تقول بان ميندي لا ينوي مغادره نادي ريال مدريد هذا الموسم، وهذه ثالث عاهه نادي ريال مدريد مش قادر يتخلص منها، مع العلم ان نادي ريال مدريد لو ما تخلصش من اي لاعب ما يبشي في الفريق مش حيقدر يدير اي تعاقدات للموسم الجديد. نريد نعاود ونطمنك يا غريمي ونقول لك ان صفقة رودري ما زالت ماشية في الاتجاه الصحيح. برشلونة يسعى لإتمام صفقة رودري خلال الساعات أو الأيام القادمة، يعني في نهاية الأسبوع ممكن حتكون الهير وي جو رسميا. كذلك كانت المحادثات إيجابية والسعر المتفق عليه يتجاوز ال 65 مليون يورو. ويا غريمي من واحد مدريدي نقول لك ألف مبروك على الصفقة اللي من العيار الثقيل. الله يا غريمي، ذكريات من الزمن الجميل، نيمار سواريز ميسي مرة أخرى مع بعضهم، لكن المرة هذه مش بقميص نادي برشلونة. رسميا نيمار سيغادر ساندوس للعب مع انتر ميامي ابتداء من يناير، يعني حنشوفوا الثلاثي المرعب هذا لكن مش بكامل قواه للاسف. حسب صحيفه الاس بعد الاخبار اللي امس طلعت بان اندريك بيطلع من نادي ريال مدريد، رسميا اندريك باقي في نادي ريال مدريد. اتخاذ القرار رسميا مورينيو اوقف جميع المفاوضات علشان اعاره اندريك باقي في نادي ريال مدريد، مورينيو يريده واللاعب يريد القتال على مكانه. رسميا وحسب الموضوع فابريزو روميرو الى نادي اتلتيكو مدريد قريبا. روميرو اعطى الضوء الاخضر لنادي اتلتيكو مدريد. انا يا غريمي ضروري تركز معايا. حسب الموضوع جيرارد روميرو يقول لك اليوم جوليان الفاريز كان غاضب جدا من اداره اتلتيكو مدريد لانهم وعدوه انه اليوم يكون في اجتماع واخلوا بالوعد. لذلك ياكد جيرارد روميرو بان جوليان الفاريز مستعد انه هو يدير اي حاجه علشان ينتقل لنادي برشلونه في الموسم هذا. دليل على ان جوليان الفاريز حاب انه هو ينتقل لنادي برشلونه باي شكل من الاشكال. اليوم بعد ما كمل التدريبات اجتماع بوكلائه لمده 3 ساعات. مصدر مفيد يا غريمي، جوليان الفاريز حيدير اي شيء علشان ينتقل لنادي برشلونه، يعني في احتمال كبير ان جوليان الفاريز حيقلب الطاوله على نادي اتلتيكو مدريد وحيتمرد عليهم علشان ينتقل لنادي برشلونه. واكيد اي اخبار موثوقه رسميه تلقاها عند عبد الله، فحنفيدك. ما تنساش اللايك والمتابعه. ديما طيبين.